وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اقول لكم على تريكيه لو عملتوها في الفيزياء هتنقل حرفيا مذاكرتك في الفيزياء حته تانية خالص. بصوا يا شباب، اولا ايه اكتر اصلا مشكله بتقابلنا في الفيزياء؟ ان الكم بيكون كبير جدا وكم الافكار كبير، مهما ذاكرت بتحس في افكار كتير وبتحس في حاجات كتير وقع منك وحاجات كتير تايهه منك، فالافكار كتير ومحتوى كتير. تاني حاجه بتقابلك انه انت بتبقى عندك صعوبه في مذاكره الكم ده كله، وكمان بيبقى عندك صعوبه في الاستذكار وصعوبه في التفكير وانت تجمع كل الافكار دي. تمام. ثالثا بيكون عندك مشكله، او المشكله دي بتقابل الناس كلها، وهي الملل اثناء الحل. الحل كتير جدا وافكار كتير زي ما انا قلت، في صفحات كتير قوي وتدريبات كتير قوي على الدرس الواحد او الحاجه الصغيره اللي انت اخدتها. فانت محتاج وقت فوق الوقت عشان تخلص، وكمان محتاج نفسيه تكون مرحبه دايما طول الوقت انها تذاكر فيزياء، انه بتملوا بسرعه وبتزهقوا بسرعه، بتملوا بسرعه وبتزهقوا بسرعه، او ممكن يكون عندكم حق انتوا تملوا لانه الكم كبير فعلا. طب ايه الحل في ده كله؟ الحل اللي انا اكتشفته اكتر حاجه فعلا هتفيدكم جدا مذاكره الفيزياء، وهي ان انتوا تقسموا الفيزياء، تقسموا التدريبات اللي عندكم على عدد الايام الفاصله ما بين الحصتين. يعني النهارده مثلا انت اخدت اي درس، زي مثلا اخدت درس الدينامو، تمام، فبعدين انت عندك التدريبات بتاعته حوالي مثلا 6 صفحات، تمام، 6 صفحات تدريبات. انت عندك مثلا الفاصل ما بين، مثلا انت عندك حصه يوم السبت حصه يوم الثلاث، عندك الفاصل ما بينهم السبت يوم ما هتيجي من الدرس، بعدين الحد، وعندك الاثنين ويوم الثلاث الصبح، تمام. فانت ممكن تقول فاصل مثلا 3 ايام لو انت ما ذاكرتش اول يوم او ما ذاكرتش اليوم الاخير اللي هو قبل الدرس. انت عندك 3 ايام دول قسمت على 6 صفحات، هتاخد كل يوم صفحتين. عندك مثلا الكم كبير 12 صفحه اللي هم ال3 ايام، هيبقى كده عندك مثلا 4 صفحات، تاخد صفحتين الصبح وصفحتين بالليل، وكده الموضوع تمام انتهى وكل حاجه لذيذه. صفحتين الصبح وصفحتين بالليل كده لا هتنسى الفيزياء ولا اصلا هتبقى بالنسبه لك حاجه موضوع صعب او مرهقه او كده. انت كده كده بتذاكرها هو كل يوم، انت بتذاكرها كل يوم، وبتذاكر مثلا صفحتين بس تدريبات الصبح، صفحتين بس تدريبات بالليل، فانت لا هتحس بملل ولا هتحس بزهق لانه صفحتين وبعدين بتقوم تذاكر حاجه تانية. ثالثا مش تحمل همها تاني لانه انت كده اصلا بتاخدها وسط اليوم كده. عارفين لما يكون مثلا عندك كوبايه مثلا كده عمال تحط فيها طوب او حصى او كده، دي مثلا المواد اللي عندك، انت لما تحط مثلا شويه رمل فيها ما بيبقاش باينين وبيدخلوا برضو بيتسللوا وسط الحصى اللي انت حاطه ده. هي كده الفيزياء اللي انت هتعملها في يومك، هتبقى داخله كده في وسط اليوم، هي عامله زي الرمل اللي احنا نحطه ده وسط الحصى اللي موجوده عندك، هي المواد الكتير، فهتبقى حاسس بيها ولا هتبقى موجوده اصلا، ولا بالنسبه لك هتبقى عبء، وكمان هتبقى مقسمه يومك ومظبطه يومك، وهتحس انت في يومك اخدت حاجات كتير. فبجد يعني ديت نصيحه يعني رائعه جدا، لو انا طبقتها والله مستواك هيتنقل في حته تانية حرفيا للفيزياء. يعني انا بحبكم، مع السلامه.